إنه في يوم اكتب تاريخ النهاردة بمقر النيابة تم فتح المحضر بالهيئة الآتية. اكتب الأسماء ومناسبة تواجد السيد الأستاذ. اكتب اسم الأستاذ، كمل بياناته. وقد شرعنا بسؤالي بالآتي: س. ليه كلية الحقوق؟ في الأول كنت بسمع عن الكلية النيابة ولاحظ إن هي صعبة فعلا، لكن لما عرفت إن المشكلة مش فيها والمشكلة في طريقة تعاملاتنا معاها ومع المشكلة في الطالب نفسه، عرفت إن الموضوع كله محتاج حبة مجهود يتحط في المكان الصح. طب ليه بيتقال عليها إن هي كلية صعبة وكلها حفظ؟ بص بقى، اللي بيحدد أي كلية سهلة أو صعبة 3 حاجات. أول حاجة طريقة الشرح، تاني حاجة طريقة المذاكرة، تالت حاجة هي طريقة الإجابة على أسئلة الامتحان. طب تعالى نطبق ال3 حاجات ديت على كلية الحقوق. أولا بالنسبة للشرح الطالب هو قاعد وسط كذا ألف طالب، إزاي ممكن يستوعب المحتوى العلمي؟ ده غير المحتوى العلمي نفسه بالمبسط. تاني حاجة هي طريقة مذاكرته بعد طريقة الشرح ديت هيبقى هيبذل مجهود كبير وهيحتاج وقت كبير جدا عشان يعرف يذاكر، وفي الآخر مش هيحصل اللي مطلوب منه. تالت حاجة هتبوظ بعد الحاجتين الأولانيين اللي هي طريقة إجابته على الامتحان. طريقة إجابته على الامتحان مش هتكون مناسبة لكل نوع من أنواع الامتحان. أما بالنسبة لموضوع الحفظ والفهم، أي كلية في الدنيا فيها نسبة حفظ وفيها نسبة فهم، واللي بيحدد ده ال3 تطبيق بتاع ال3 حاجات اللي أنا قلتها. لو كان صحيح هتبقى الكلية من أسهل الكليات ونجيب فيها تقدير، لو كان غلط الكلية هتبقى صعبة. سين. طب تمام، هتقدر تساعد الطلبة ازاي في المشاكل اللي قلت عليها اللي هي مشاكل الشرح وطريقة المذاكرة وطريقة إجابتهم على الامتحان؟ تبسيط المادة العلمية اللي في المواد دي أهم حاجة في الشرح، وربط أجزاء المنهج ببعض بعد شيل حشو الكتب ده أهم حاجة في الشرح. تاني حاجة هتيجي مرحلة المذاكرة، دي هتبقى أبسط بكتير بعد عملية الشرح بالطريقة دي. وتالت حاجة التمرين على طريقة حل أنواع الأسئلة اللي بتيجي في الامتحانات السابقة، بكده الطالب هيكون شارب المادة وداخل يجيب على تقدير. طب ليه كلية الحقوق مش من كليات القمة؟ موضوع القمة والقاعدة أنا شايفه خرافة. يعني الطالب اللي يخش كلية برغبته هيبقى ناجح في الدراسة وهيبقى ناجح بعد الدراسة، ولو ما دخلش برغبته هيبقى فاشل في الدراسة وبعد الدراسة. يعني كلية القمة دي حاجة نسبية بالنسبة للطالب. لو الطالب دخل كلية برغبته يبقى هي دي كلية القمة بالنسبة له. طب ايه هي مجالات العمل بعد الكلية؟ في مرونة بعد الكلية في موضوع الشغل ده. اولا ممكن انت تقدم في الهيئات القضائية ال4. تاني حاجة ممكن تلتحق بقسم الشؤون القانونية في اي شركة من شركات القطاع العام او شركات القطاع الخاص، في التموين، في الضرائب، في الجهاز المركزي المحاسبات، غير العمل الحر المحاماة، غير التدريس، وكل ده على سبيل المثال طبعا. سجل عندك آخر سؤال. هل لديك أقوال أخرى؟ يعني عايز تضيف حاجة تانية؟ إن الطلبة تيجي تحضر معايا المحاضرات المجانية الخاصة بكل فرقة عشان تعرف عروض السنتر وطرق الشرح وأداة المذاكرة.